باش عمرك نسيت ملي جا السوايع ونهار اللي مورا فقتي عيان مسخسخ ما قادش تنوض عظامك قالين عليك ما راش قاش ليك المهم ما حملش راسك. يقدر تقول بلي راه المشكل كاين في عدد الساعات يعني دوك 8 سوايع ناس، ولكن الحقيقه كاين في الجوده ديال الناس. الا بغيتي تفيق باحسن جوده ديال الناس ولا بجوده نعاس ممتازه فانا كنصحك انك تتبع هاد الخطوات البسيطه واللي غادي نقولهم لك دابا، واللي هما الخطوه الاولى واللي كتقول انه خاصك تقلل من نسبه السكر، يعني ما تبقاش تسكرولي بزاف انستغرام ويوتيوب وتيك توك، وخاصه قبل ما تنعس بساعه ولا حتى 45 دقيقه، حيت هادشي كيعطيك واحد جرعات كبيره ديال الدوبامين. وباش تنقص من هادشي خاصك ما تبقاش تهز التليفون قبل بساعه، وفي ديك المده حاول انك تهز شي كتاب ولا تقرا شي كتاب، ومن الافضل ما يكونش PDF ولا يكون رقمي. الخطوه الثانيه واللي هي نقص من الطون، نقص من الطون يعني نقص من الطون ديال البيت ديالك. من الافضل انه يكون عندك شي ضوء خفيف باش يبدا يعرف الجسم ديالك بلي انه راه وصل الليل وخاصو ينعس وخاصو يرتاح، وبدا الجسم ديالك هي راسو ناعس. الخطوه الثالثه واللي هي نظم الماكله ديالك، والغلط اللي كيوقع فيه بزاف ديال الناس واللي هو انهم حتى كيبيعوا نعسو كياكلوا شي ماكله ثقيله، وديك الماكله الثقيله كتاثر على المعده وكتخليها بعض المرات كتبقى كتهضم، وهادشي اللي كيخلي الجسم ديالك كيبقى خدام. وفاش كتفيق نهار اللي موراه كتفيق مسخسخ بحال كنتي نهار كامل وانت مدابز ولا مقاتل ولا كتجري ولا ما عرفتش كيدير. داكشي باش حاول انك تبعد على الماكله، يعني تبعدها على وقت ديال النعاس بشي مده ديال ساعتين تقريبا حتى 3 سوايع من الافضل. وقدر تقول لي بلي راه في الغالب غيجي الجوع، انا متفق معك. داكشي باش كل شي حاجه خفيفه ما تكونش ثقيله بزاف باش ما تاثرش ليك على الهضم ديالك. الخطوه الرابعه واللي هي بدل الوقت ديال الناس، شوف ما خاصكش تجي تقول اليوم انا كنعس مع الوحده، غدا غنعس مع 10، غدا غنعس مع 10 ما يمكنش. ولا غتقول صافي اليوم غنعس مع 10 وغدا غنفيق مع 6 ديال الصباح، صافي غدا 6 ديال الصباح ولا 7 ديال الصباح غنفيق، ما يمكنش. عقلك شتي نشوف كاع انت نقولوا نظرا طبطا انت واعر ديسيبلين عندك الانضباط، ها هو عقلك ترجم معك انت نطيق النهار الاول الثاني الثالث انت كملتي سيمانه ما غتكملش، ما تقدرش تكمل الا واحد الحالات قلال بسيطه الا كنتي تم 1%. المهم حنا عارفين بلي راه تقريبا كنا ماشي من 1%، داكشي باش غادي نحترموا عقلنا نجيو على قد عقلو. اشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نبداو باننا نقصوا من الوقت ديال النعاس ديالنا ب 15 دقيقه حتى 30 دقيقه. مثلا انا كنعس من 1 ديال الليل نقص ب 15 دقيقه حتى 30 دقيقه، يعني اللي كنعس مع 12 ونص. وفي الفياق انا كنفيق مع 10، مثلا في هذا الصيف كنفيق مع 10 نفيق مع 9 ونص نقصنا نص ساعه هكا غتبقى لمده يومين و 3 ايام على نفس التوقيت، عاوتاني غتنقص نص ساعه موراها بواحد 30 عاوتاني حتى توصل لديك الوقيته اللي انت باغي تفيق معها، باغي تفيق مع 10 برات. المهم احترم هذا البروغرام باش تمشي بترتيب بنظام باش هادشي يسهل عليك دماغك يفهمك وحتى انت تحافظ على الجوده ديال النوم ديال النعاس ديالك. الخطوه الخامسه واللي هي مورا ما كتوصل لديك الوقيته اللي بغيتي ديال النعاس والفياق ديالك، حاول تثبت الوقيته ديال النعاس والفياق باش يولي دماغك لا واعيا كيهيئ راسو النعاس ويمشي كينعس مع ديك الوقيته ويفيق مع ديك الوقيته، وهادشي اللي كيساعدو انه يبرمج الساعه البيولوجيه اللي عنده لداخل. ودابا وصلت النوبه ديالك باش تجرب هاد 5 ديال الخطوات وغادي تحس بالجوده ديال النعاس ديالك كيفاش غادي تطور وغتولي احسن. ولا عجبك الفيديو ما تنساش دير سبسكرايب وتسنى في الفيديو الجاي حيت غادي نهضروا على مواضيع كتهمنا كتهمكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي نهار الحد. مع السلامه.